دكتور الحقني، انا اتحرقت وانا بعمل جلسه ليزر ازاله الشعر. الحقيقه معظم حروق ليزر ازاله الشعر بتكون سطحيه وبسيطه وما تخوفش خالص، والحقيقه الحرق بيكون له علاقه باكتر من حاجه، منها ان انت عامله تان في الصيف، منها ان التبريد بتاع الجهاز ممكن ما يكونش مناسب ليكي، منها اختيار نوع الليزر نفسه اللي اشتغلت بيه ممكن ما يكونش مظبوط. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا بعالجه كانه حرق عادي من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه. لازم الحقه باسرع ما يمكن، برجع للطبيب المعالج او للمركز الليزر المعالج، ابدا اعالجه بسرعه عشان ما يسيبش علامه. طيب هنتكلم هنا عن نقطه ساب علامه للاسف، او انا ما لحقتش، او انا عندي علامات من ده. الحقيقه عندنا اكتر من طريقه لمقاومه العلامات دي، سواء التقشير، سواء الحقن العضل للتفتيح، او لتحسين لون المكان ده. وفي الاخر ان شاء الله مع اختيار المكان الصح ممكن تبقى العمليه امنه وفعاله من غير اي مشاكل.